من علامات الشهامة والمروءة إن الراجل يحافظ على بنات الناس زي ما بيحافظ على أخته وبنته وزوجته. أنت مستحيل لو راجل بجد ترضى الأذى لأمك أو أختك، فليه ترضى الأذى لبنات الناس؟ ليه تفتنها؟ وليه تدخلها في الخاص؟ وليه تعمل معاها علاقة محرمة؟ وليه توعدها بوعود كاذبة؟ وليه تفسدها؟ ليه ما تراعيش ربنا وتخافه؟ وليه ما تخافش على مشاعرها؟ وليه ما تتركهاش لله؟ وليه ما تدعيش ربنا سبحانه وتعالى يعفك بالحلال؟ وليه ما تاخدش خطوة إيجابية وتقول أنا هترك الحرام علشان ربنا يعوضني بالحلال؟ قال تعالى في الحديث القدسي: من ترك لأجلي أعطيت فوقه المزيد، ومن أراد مراد أردت ما يريد. عايز تطلب البيت من بابه، لو مش قادر ادعي ربنا ييسر لك الحلال وخد بالأسباب وتوكل على الله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يلا كل شاب وفتاة على علاقة محرمة يتركوها لله عز وجل، والله والله ربنا هيبدل في قلوبكم نور وانشراح وسكن ورضا واطمئنان وجبر لا يمكن ان انت تحلم بيه. انت مش عاوز حاجة؟ سلام.